تعالوا شوفوا شنو لقينا. هذا المكان الترفيهي يجنن. شوفوا بي قطار هذا ياخذك رحلة بالريف البلجيكي، رحلة لمدتها ساعتين، وبي أماكن ترفيهية للأطفال وبي أشياء، بس إحنا ذني ما تفيدنا، كلهن ما تفيدنا. أهم شيء عندنا القطار. هسه راح نصعد بالقطار ونشوف، نعيشكم ويانا تجربة من العمر. مشينا بالسلامة. والله منظر خيالي، واحلى شيء الهواء هنا، هواء يجي مفلتر مو طبيعي. وهاي الرحلة سعرها، سعر التكت للشخص الواحد 15 يورو، كلش مناسب السعر بالنسبة لهيك رحلة عظيمة. هاي عبرنا بصف النهار، جاي نمشي ونشوف بالماي، فد شي كلش راقي. هسه كنا نعبر عن النهر الرئيسي، هذا فرع من النهر. راح صعدنا فوق، هو فوق كلش، راح نصعد للجبل. عبرنا على ناس مخيمين بنص الطبيعة، يجيبون خيمتهم وغراضهم ومشاويهم ويبقون مخيمين أكثر من يوم، يعني فالتجربة كلش رهيبة. تخيلوا تبقون هنا بنص الطبيعة وتخيمون ومشاوي ونار وسوالف، فشي راقي ترى. بعيدا عن المدينة والضوضاء والهوسة، يجي هنا هو وعائلته يخيم ويرتاح يرستد دماغه كلش، فيرجع فول الفول. هيك نظامهم. هذا شلب مستمتع من الأجواء كلش. بيت وين قاعد؟ هذا البيت عايش حياته بنص الغابة فوق الجبل، عايش مكان بعيد عن العالم كلش. هنا ناس مخيمين. شوف الناس، هلا بونجو. جبل استراحة 20 دقيقة، راح ننزل هنا نستكشف ونشوف شنو الأجواء. 20 دقيقة انه بنرجع نصعد بالقطار. هادشي الأجواء مو طبيعية. وهذا أنقص مخلوق على وجه الأرض. خل نروح نصور ذني أحسن. هاي هنا الجمال، هنا هاي الذبيحة تنحط على الجمر وتصير غوزي مو طبيعي. الله هنا المكان الزين، هادشي مو طبيعي. أجواء تجنن، روعة. خلي ياكل ونصوره. طيب هذاك خطير يستحي حس. يقول له هاك. صارنا لجينا بيه، راح نرجع هو نفسه فار روحه وراح يرجعنا بهاي السكة. هيا لننطلق. هذول السواح يقولون باي باي. جود باي. هلو هاي. هذول هنا الناس المخيمين جاي يرحبون بينا، وهذا جاي بالتسلم صعدها على الجبل. شي حس. وكانت تخلص الرحلة الصراحة، استمتعنا وكانت تجربة تجنن. وهسه راح نرجع للفيلا اللي مأجرينها حتى نكمل بقية الأجواء والفعاليات بداخل الفيلا. بس شنو؟ الجوع يقرأ ألف، حاليا ميتين من الجوع. بس الحلو بالموضوع غدانا مجهزينه وكامل ومتبلينه، بحيث نروح بس نشوي وناكله. يلا مشوي يعني. طبعا أول ما رجعنا بلشنا بالشوي، وأجواء الشوي تجنن، أحلى أجواء بالسفرة. الوجبة اليوم عبارة عن سمك لاكس، اللي هو سمك السلمون النرويجي، أرقى نوع سلمون بالعالم، فد طعم مو طبيعي عليه. وحتى تكمل الوجبة شوينا ويا دجاج متبل مشوي على الفحم، متبلينه غرقان بالتتبيلة، بعد ما أسولف لكم على الطعم. وهذا السمك الحلو بيه يجي بدون أي عظم، تجيك قطعة سمك منظفة وكاملة والعظم شايلينه بالملقط، بحيث تاكل بس لحم صافي. فدشي مو طبيعي خيالي. وأكيد ويا هاي الوجبة لازم التمن الأحمر على الطريقة العراقية، يقعد ويا هاي الوجبة فول. طبعا التمن هو نفس الرز، الناس اللي يتابعونا من خارج العراق ما يعرفون شنو التمن، فهو التمن هو نفس الرز. المهم هسه هاي الوجبة قدامكم صارت جاهزة، عصرة ليمون على الدجاج وعصرة ليمون على السمك، وتخليها بالتمن وياها جاجيك وزلاطة، فتشي نهاية العالم. وين منظر الغروب من هنا يجنن، فتشي مو طبيعي. يعني تخيل هنا تشوف الغروب وقدامك هاي المساحات الخضراء، فتشي راقي. شوفوا لي ذاك البيت، ذاك بوحده فوق الجبل، هذا عايش حياته هذا البيت. ماخذ له زاوية بوحده بعيد عن العالم كله وبنص الجبل، فتشي كلش راقي.
هاي اسرع سياره شحن بالعالم. شوفوا الانطلاقه مالتها. حسن كان كتلنا حسن. شوفوا هاي السيارة الطلقة. صاروخ والله. كلها حديد. تأذي إذا تدعم تأذي. ما شاء الله هذا الشيء طياري هاي. والله تمشي 1000 ما أدري إيش قد. كلش سريع. تعال هنا تعال حسوني تعال صعد هنا حسوني. ويا صباح الخير من هذا المنظر اللي يجنن. يعني واحد يصبح على هيك اطلاله من صدق صباح الخير. بس شوفوا المنظر شلون حلو، اطلاله تجنن. طبعا هذاك اسطبل مال احصنه هذا. كل شوي يطلع واحد بالحصان مالته ويمشي بالريف يتونس. اخوان هسه طلعنا راح نستكشف الاجواء، نستكشف داير ما دايرنا شنو موجود. يعني اليوم طلع راح تكون استكشافيه. شوفوا هاي الدبابه هاي لقيناها بالشارع. طبعا هاي من الحرب العالميه الثانيه، الجيش الالماني وصل هنا لبلجيكا. هاي دباباتهم ومبقينها هنا كتذكار. يعني اخوان بس شوفوا لي جمال المنظر. يعني هنا جمال الطبيعه يدوخ فد شيء مو طبيعي يجنن. والله انا بوع الطبيعه وصافن اقول سبحان الله شنو هذا الجمال. يجيك شعور عبالك قاعد بالجنه حاليا سبحان الله. طبعا هذا الجمال كله واشوفه مظلوم بالتصوير لان بالحقيقه احلى بهواي وهواي. انا لهذا السوبر ماركت البلجيكي نشتري لنا كم شغله ونستكشف الاشياء البلجيكيه. شوفوا هاي المخضر مالتهم، الفواكه، وهنا الخضروات. الحلو الخضروات حاطينهم بالثلاجه تشتريهن. بس الاسعار نار. خل اعطيكم نبذه عن الاسعار. هاي الخيارة الوحدة ب2 يورو وانتم قيس. يلا خل اراويكم بعد اسعار. البرتقال الكيلو ب3، الليمون الكيلو ب3 يورو. ولقينا عندهم حتى تمر موجود عندهم. هاي العلبة سعرها 7 يورو، تمر عربي يخبل. شوفوا هاي مجموعة أكباس أشكال وألوان، الليز بأنواع وأشكال. طبعا الأسعار هنا أرخص من ألمانيا. أسعار الشيبس ما أعرف ليش أرخص من ألمانيا بهواي. سعر الشيبس الواحد الباكيت ب2.5 يورو. وهنا عندهم هذا الكولا سعر البطل الواحد 2.5 يورو. طبعا هاي احجام عائليه، يعني الشيبس حجمه عائلي كبير اكس لارج، والبيبسي همين. اخذنا هاي الغراض اشباس ومصاصه وكيك وقهوه. والله خلينا نشوف ايش قد راح يصير سعرهن. ايش قد تتوقعون؟ هسه احنا على الكاشير وجاي ننتظر نشوف ايش قد سعرهن. صار المجموع 12.5 يورو. هذني الاشباس والاشياء البسيطه صار 12.5 يورو. وهاي المصاصه وحدها سعرها 50 سنت، يعني 1000 دينار عراقي. واحلى شيء بنحكي وياهم فرنسي نقول لهم ميرسي بوكو اغفوار، يعني شكرا جزيلا الى اللقاء. واليوم شنو سوينا اليوم على الغداء؟ اليوم مرقة باميه على الضلوع، فد شيء مو طبيعي. يعني بنص بلجيكا ما قدرنا نقاوم، لازم ناكل باميه. طبعا الباميه هي عشق العراقيين. شو احكي شو اقول شو اسولف، الباميه ما تنوصف. وياها تمن عنبر اكيد، وضلوع بداخلها لحم، ضلوع مليانه ملي، وزلاطه وخضره وترتيبات. أطيب أكلة عند العراقيين هي البامية. وهذا التمن النثري اللي يخبل ويا البامية. وهنا سوينا همين سلطة كلش طيبة ويا البامية، اللي هي عبارة عن سلطة الخضروات وياها بصل مقصوص، فد شي كلش طيب. وهسه نبلش بأكل الوجبة اللذيذة البامية. طبعا سهمكم العافية. والمفاجأة الكبرى حصلنا ريحان بأوروبا ويا البامية. يعني هاي ما صايرة بتاريخ أوروبا كله، بامية وريحان بلجيكا، فد شي كلش راقي. وهاي النتيجة قدامكم قبل وبعد. هسه الوضعية توب التوب. وبعد أكل البامية يتم تفعيل وضع ما يهمني كل شي اللي راح مني ما يهمني. يلا اخوان لازم اراويكم هاي الوجبة العراقية الاصيلة.
هاي الوجبة نختم بيها رحلتنا لبلجيكا. وشنو هي هاي الوجبة تعرفونها لو لا؟ أكيد وجبة عراقية أصيلة غنية عن التعريف، اللي هي باقلة مفلسة بالدهن الحر ويا البيض المقلي، وتنوكل مع الخبز العراقي الناقع ويا الباقلة، وعليها رشة بطنج ودبس رمان وطرشي. تصير فت أكلة عظيمة، وأكيد وياها لازم بصل وخضروات. أي واحد ما يعرف هاي الأكلة أنصحه يكتب باليوتيوب باقلاء بالدهن الحر مع البيض المقلي ويسويها ويجربها، فت شي مو طبيعي. وهنا خلصنا وانتهت رحلتنا بهاي الفيلا اللي تجنن. طبعا قضينا بيها أوقات ممتعة تخبل، بس قبل لا نروح تعالوا شوفوا وياي هاي السيارة البي ام السبورت الام. فنكم مالت من هاي السيارة مالت البنية المنظفة، تجي فقط تنظف الفيلا وتروح. يعني هاي سيارتها البي ام ما شاء الله. طبعا كل احنا انصدمنا شنو هاي السيارة البي ام اللي تجنن، طلعت سيارة المنظفة. طبعا بلجيكا دولة غنية وكل سكانها يستلمون رواتب عالية، الله يرزقهم وما شاء الله عليهم. الله 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 على المنظر، الله فد منظر رهيب مو طبيعي مو طبيعي. الخضار والغيوم والجنة جنة ما شاء الله. وهذا قدامكم طريق الرجعة، شوفوا شلون يجنن. هسه احنا راجعين لألمانيا وطبينا بنص الغابات والترتيب والخضار، بحيث الطريق يحسسك انت قاعد بفيلم. اخوان ما اوصيكم بعد بالتفاعل ويا الفيديو، لازم لايك وتعليق، والتفاعل كلش مهم. يلا مع السلامة ونلقاكم بفيديو جديد بمغامرة جديدة.